النهاردة عندنا حلقة مختلفة تماما، مش عن افتتاح أو فخ، لكن واحد من أهم الكتب اللي غيرت شكل الشطرنج للأبد. الكتاب هو ماي سيستم للأسطوري إيرون نيمزوفيتش. الكتاب ده مش مجرد شوية أفكار، ده بمثابة خريطة لكل لاعب عايز يفهم شطرنج بعمق. إزاي تسيطر على المربعات، إزاي تبني مركز قوي، وإزاي تحول مزايا صغيرة تحولها لإيه؟ لانتصار كبير. إزاي تفكر زي نيمزوفيتش عشان في النهاية تبدأ تشوف الشطرنج بعيون مختلفة. صباح الأنوار ويلا بينا. This is the core principle of my system. It may seem complex at first, but I assure you the results are quite يمكن يلفت انتباهك في المقدمة إن هذا الكتاب من سنة 1925. الوقت اللي احنا فيه النهاردة وقت تسجيل الحلقة احنا سنة 2025. إذا هذا الكتاب بقاله 100 سنة. كتاب أثري، ولكنه كتاب مازال وسيزال هام جدا. علم أجيال كتير ولسه مكمل عشان يعلم أجيال أكتر. الكتاب ده نيمزوفيتش بيقول لك أنا خسرت مجموعة من المباريات. الموضوع زعلني، قعدت أفكر إيه السبب. كان في نقلة مش موفقة هنا أو هناك، لكن لما فكرت لقيت إن الموضوع كان أبعد من كده. الخطة كانت غلط. وليه الخطة دي نفعت في وقت وما نفعتش في وقت تاني؟ ومن هنا بدأت تتبلور أفكاره عشان يطلع لك بالمنتج اللي بين إيديك دلوقتي. شكلك فاهم يا نصر. من الجمل المشهورة جدا تنسب لنيمزوفيتش، يقول لك البدء السالك يجب أن يعامل معاملة المجرم، يتحبس في زنزانة ما تسيبوش يجري. يقول لك التهديد أقوى بكتير من تنفيذه. تحسه مبدأ يصلح مش للشطرنج فقط، ده لحياتك أيضا. لو بصيت على الفهرس هتلاقي الكتاب بيتكون من جزئين أو 3 أجزاء عشان نكون كلامنا دقيق. الجزء الأول بعنوان العناصر ويضم 9 فصول. هنبدأ في حلقة النهاردة في الفصل الأول. أما الجزء الثاني من الكتاب يضم 6 فصول. أما الجزء الثالث من الكتاب فيضم ما يعرف باسم المباريات التوضيحية. إذا تقدر بإيجاز تقول إن الكتاب يعتبر في الأصل هو إيه؟ جزئين، جزء 9 فصول وجزء 6 فصول. الفصل الأول بعنوان السنتر وتطوير القطع. طيب بيقول لك هو إيه السنتر؟ قال لك السنتر هو الأربع مربعات اللي في وسط البورد، اللي هما E4 E5 D4 D5. أما الخط اللي بيفصل بين ال E4 وال E5 أو ال D4 وال D5، أي الخط اللي بيفصل بين الصف الرابع والصف الخامس، ده سماه بخط الجبهة. قال لك أنت لو عايز تعرف يعني إيه تطور بسيط جدا. هدفي إن أطلع القطع بتاعتي كلها عشان تعبر خط الجبهة. إحنا أكننا في حرب حقيقية. كمان خلي بالك من حاجة، لازم تطوير القطع يحصل بشكل ديمقراطي. الله، يعني ايه ديمقراطي؟ نيمزو قال لك ما ينفعش، واسمح لي اقول له يا نيمزو لان هو صديق، يعني هيبقى معانا فتره طويله فلازم نصاحبه ونقول له يا نيمزو. فنيمزو قال لك دلوقتي حالا ما ينفعش، يعني انت عندك جيش مليان جنود، ينفع تخلي جندي واحد او ضابط واحد تفضل تخليه بقى رايح جاي بيعمل كل المهمات وباقي الضباط قاعدين زهقانين وملانين مش لاقيين حاجه يعملوها؟ ما ينفعش. كل ضابط يتحرك حركه واحده ياخد مكان مميز لمحاربه الخصم بتاعنا، يتنقل نقله واحده بس ويسيبه، وبعد كده نبدا نشوف باقي الاخوه الضباط نديهم برضه مواقف ومواقع. ده المبدا الاولاني اللي يوصيك بيه العم نيمزو في تطوير قطعك. قال لك كمان خلي بالك، تطوير القطع لا يعني انك تحرك البادئ، لان البيدق قطعه مش قويه، ضعيفه، قوتها القتاليه ضعيفه، فان البيادق بتاعتك تعبر خط الجبهه دي مش حاجه قد تكون مؤثره او مش مدمره قوي زي ما تحط حصان او تحط بيشوب او حاجه زي كده. قال لك لو ينفع تطور قطعه بدون ما تحرك البونز، بدون ما تحرك البيادق، يبقى افضل، بس قال لك ده مستحيل، لان خصمك هيستغل السنتر بتاعه وهيزيحه على قطعك وهيخليها ترجع.
ازاي؟ عندك مثال يا عم نمزو؟ قال لك انا ممكن اوريك ده بمثال ازاي عدم تقديم بيادق هيضرك. لكن لو انت تعرف تحرك قطعك وتطورها بدون ما تطور بيادق او من غير ما تحرك بيادق، ده شيء عظيم، شيء حلو جدا، بس انت مع الاسف مش هتعرف. ليه يا عم نمزو؟ مش مصدقني؟ شوف هذا المثال. بفرض انت طورت النايت، خصمك طور النايت، وبعدين انت لعبت اي 3 مش اي 4، سايب له السنتر. الراجل لعب اي 5، بتطور انت النايت بتاعك، طور النايت بتاعه، اكنك لعبت ايطالي، بس ما لعبتش انت الاي 4 ولعبت اي 3. نمزو بقى بيقول لك شوف ايه اللي هيحصل لك لما تعمل هذا التطور وسبت انت السنتر لخصمك. طب هرجع بالبيشو، هيزيح عليك تاني. طب هرجع بالنايت، الله، يبقى انا حركت قطعه مرتين. احنا قلنا كل ظابط كل قطعه تتحرك ايه؟ مره واحده. عمال هو يزيح عليا عشان انا اتلكعت وما بصيتش لاهميه الايه؟ السنتر. مثال تاني، نمزو بيلعب مع شخص ما وصفه بالهاوي، لعله ابن اخته او حاجه، بس بيلعب من غير الرخ بتاعته اللي في الايه، ولاعب اي 3 كمان، ماشي. اي 4 إذ كانه هيلعب اي 5 وهيلعب ايطالي الحقيقه. يطور النايت، وهو البيشوب بتاعه سي 4 إذ كانه بيلعب ايطالي، ماشي. هنا الراجل طور البيشوب بتاعه برضو سي 3، بيحضر هو على طول للدي 4، وكان المفروض خصمه يلعب ايه؟ يلعب الدي 6 يدعم السنتر بتاعه، لكن دي الغلطة اللي ما عملهاش خصمه، او الغلطة اللي عملها خصمه، ما لعبش الدي 6. امال ايه؟ طور النايت، فنمزو ضرب السنتر بتاعه الضعيف، اكل واصبح عنده سنتر قوي جدا. البيشوب لازم يرجع، زاح على النايت، نقل النايت برضو بتاعه، وهنا بيزيح على النايت التاني. شايف عدم وجود سنتر عمل ايه في خصمه؟ خصمه نزل بالنايت، بيقول له خلي بالك هذا البيدق مضغوط عليه بالبيشوب عندي وبالنايت، انا ممكن اديك فورك، اقول لك اديني الرخ واديني وزير. عارف عمل نمزو ايه؟ لعب كمان على طول الدي 6. طيب هاكل ومهدد النايت. طيب اديني بقى الوزير او الرخ. الوزير ورا الفيل ضغط على هذا البيدق، الراجل اخذ الرخ، وهنا نمزو اداله هذه الكش، شال الملك من التهديد، وبعدين البيشوب ضغط على النايت، وهنا ما كان من خصمه غير انه ايه؟ ينسحب من المباراة، رغم انه خد منه رخين. بس شفت الدي 6 اللي هو اتأخر في لعبها ادت ليه؟ يبقى عمي وعمك نمزو عايز يقول ايه؟ عايز يقول لك ان تحريك بيادق، تطوير البيادق، تلعب اي 4، ده ما طورتش قطعة، ولكنه ساعد في تطوير القطعة بانه مثلا فتح للبيشوب، لكن الاهم انه اخد السنتر. طيب الراجل لعب اي 4، انا لعبت النايت. بعد كده لازم تفكر في حاجة تانية. ايه هي؟ ممكن مثلا ماشي لعب نايت، طورت انت البيشوب، النقلة اللي بتفكر فيها بعد كده حاجة من الاتنين، يا تهاجم السنتر بتاع خصمك بالدي 4، بس هو مباشرة ما يعرفش يلعبها دلوقتي ولازم يحضر لها، فبعد ما طور البيشوب لاعب السي 3 عشان يحضر للايه؟ للدي 4. تاني حاجة، طب انا مش متاح لي احارب السنتر بتاع خصمي، يبقى تلعب الايه؟ الدي 3. بيطور النايت، هو لعب دي 4 هنا لانه متاح له، لكن لو هو مش عايز يلعب الدي 3، يبقى اذا تحريك البيادق في اول الدور لاحتلال السنتر. رقم 2 هحرك بدأ تاني بتوع السنتر، يبقى ليه؟ يا اما بضرب السنتر بتاع خصمي، او ايه اللي عايز اعمله تاني؟ ان انا ادعم السنتر بتاعي. طيب بيادق الاطراف مالكش دعوه بيها، مالكش يعني بدأت ايه وده بدأت اتش، مضيعه للوقت، سيبهم في حالهم. يعني لو رجعنا للبدايه، عايز ازيح البدأ مثلا ده، لا بتضيع وقت، ما تضيعش وقت، دي مضيعه للوقت. لذلك لما كارلسن تلاقيه بيلعب بيادق الاطراف قصاد خصمه، بنقول على طول ايه؟ ده بيستهزأ بخصمه، بيقول له انا بديك اهو وقت، بديك تنبوهات مجانيه، ورينا هتقدر تعمل ايه. طيب رقم 2 حاجة تانية عايزين نتكلم عنها او نلخص بقى اللي قلناه من ثواني، ان في بداية الدور او في الاوبننج مسموح لحضرتك تحرك كل ضابط او كل قطعة مرة واحدة بس. طيب ايمانويل لاسكر بيلخصها في ايه؟ في بداية الدور
مسموح لك بتحريك بيدق او 2 على الاكثر، نو مور، ليس اكثر من هذا. تمام؟ قول لي تمام. لو كان ذلك كذلك نيمزو عايز يقول لك to be ahead in development is the ideal to be aimed at. يعني ايه؟ يعني ان تكون متفوقا في تطوير قطعك ده الهدف اللي انت المفروض تسعى له. ونيمزو بيقول لك تخيل لو انا في سباق مع واحد، هل ينفع اجي في وسط السباق انا عايز اسبقه بقى واقول ايه ده في شحم على مناخيري لما اشيله؟ طبعا انك تشيل الشحم على مناخيرك بغض النظر هو بيقول لك انها مش حاجه غلط، ولكن ده مش وقته. بس بيقول لك في نفس الوقت انت لازم تكون خبيث وتيجي للراجل اللي بيتسابق معاك وتقول له يا كابتن في شحم على مناخيرك شيله. ازاي هنعمل هذه القصه؟ بيقول لك لما بتهدد قطعه من قطعه انت عملت كده. ازاي؟ عندك مثال يا عم نمزو؟ يقول لك يوه عندي مثال. تخيل E4، تخيل D5. مش ده الدفاع الاسكندنافي؟ هو بعينه هتاكل، هيستعيد بالكوين البدأ بتاعه، تطور النايت، طورت قطعة بايه؟ بتيمبو، فرجع هو الايه الوزير بتاعه او اضطر يحرك قطعته مرة تانية. هذا مثال واضح على ايه؟ تطوير قطعة بايه؟ بتيمبو. بيقول لك بقى تعالى اكلمك عن فكرة تانية. الله، مين اللي بيقول لك؟ اكيد نيمزو، احنا عندنا غيره. بيقول لك ايه؟ exchange with resulting gain of tempo، يعني كسر وخد هدية تيمبو كسبته على خصمك. المثال اللي فات ينفع بتاع الاسكندنافي بس عايز يديك مثال تاني. D4 D5 C4 وما يعرف باسم الكوينز جامبت. الراجل طور النايت بيحمل بيدق، انت هنا بتكسر في مقابل ايه؟ خدت بيدق بتاع السنتر صحيح، ولكن لو اكل بالكوين طورت انت كمان نايت، عندك بيدق في السنتر والكوين لازم ترجع. مش هياخد بالنايت، مش هياخد بالكوين، بعتذر، خد بالكوين، هياخد بالنايت. بسيطة. هلعب E4 بقى عندي سنتر حلو E4 ودي 4، والنايت مفروض يلعب او يخسر تيمبو تاني ويحرك قطعة بتاعته مرة تانية. فانت بقى عندك جزء بيشوز فتحت لهم ودنيتك افضل. يا عم نمزو، نعم انا مش فاهم. ما انتش فاهم؟ طيب خد مثال تاني اجمل واجمل. اتفضل يا عم نمزو. تخيل بتلعب E4 E5 منه ما غلطش. تخيل لعبت F4 وما يعرف باسم كينجز جامبت، لا بأس. الراجل طور النايت بتاعه، انت اكلت مهدد النايت. هيعمل ايه النايت المسكين؟ اديني يا عم البيدق، عوضني عن البيدق اللي خسرته. تطور النايت بتاعك عشان تمنع هذه الكوين وهذه الكش، ماشي. الراجل بيطور النايت بتاعه، تعمل انت ايه؟ بتفتح للبيشوب، النايت بتاعك يمشي. النايت مشي، اديني سنتر اكتر والنايت بتاعك يمشي. النايت رجع مكانه، وهنا بتزيح على النايت التاني، النايت التاني رجع. وهنا تخيل طورت البيشوب مهدد النايت اللي المفروض يتحرك لمرة تانية. الله، انت ايه اللي عملته هنا؟ ده انت هنا خسرته تيمبو كتير جدا. وبيقول لك طب شوف الاصعب. عارف ايه الاصعب؟ بيقول لك تطور النايت بتاعك هنا. تخيل لو اكل وانت استعدت بالبيشوب، انت هنا ضيعت له وقت كتير جدا. انت هنا شوف خدت منه كام تيمبو. ونمزو بيقول لك ده بيفكرني بقصة قصيرة حزينة. ايه يا عم نمزو؟ خير كفر الشر. بيقول لك تخيل مزارع مربي حيوان جميل، وحيوان رضيع كده، وقعد يربيه ويصرف عليه، وبعد كده الحيوان دوت يعني لم يكتب له النجاة، لم تكتب له الحياة. خسر هذا الحيوان. مش خسر هو حيوان بس، ده بيقول لك خسر كمان الاكل اللي صرفوا عليه. بعد ما ربى هذا الحيوان وصرف عليه كتير، خسر الحيوان وخسر الاكل اللي هو صرفوا عليه. ده اللي حصل في قصة خصمنا هنا. النايت نقله يمكن 5 نقلات، وفي الاخر هذا النايت راح بقى، اصبح هو ما عندوش ولا قطعة متطورة. انت مطور قطعتين ومفتوح للبيشوب التاني، وعندك سنتر قوي، سنتر اصلا كمان معطله انه يطور قطعة. ده مثال واضح. قال لك خلي بالك من حاجة، ساعات لما بتحاول تكسب على خصمك تيمبوهات كتير كده، بيحاول هو يعطل لك التيمبوهات دي بانه ياخد قال لك زي فاصل كده. ازاي؟ عندك مثال يا عم نمزو؟ يقول لك عندي. تعالى لما اوريك المثال الجاي.
E4 ماشي، E5 كينجز جنب التاني. بس هنا هو لاعب الدي 5 حاجة اسمها فالكبير كاونتر جامبت، وتخيل انت قبلت الجامبيت، استعد بالكوين. هتعمل انت ايه؟ النايت بتاعك طورته، تكسب تيمبو على الكوين. كوين رجع، اكلت. هياكل بكش. هذه الكش اكنها ايه؟ فاصل وايه؟ ونواصل. هتأثر حاجة في تطور قطعي؟ لا. طورت البيشوب، بالبيشوب بتاعه هيعمل ايه؟ ولا يهمني. العب الاول الدي 4، الكوين بتاعته انا بكسب عليها ايه؟ تيمبو. الراجل اكل مهدد الوزير، اكلت بالنايت، الكوين اضطرت ترجع. شوف انا كسبت على هذا الرجل كام تيمبو؟ اتليست 5 تيمبو. ده انا كمان بيت. يا نهار ابيض، الملك بتاعي امن، بيت له. انت الوزير بتاعك قصاد الملك، تخاف من اي العاب مني؟ هذه حتى الوزير انا مش بس عندي بدأ في السنتر ومطور قطعتين ومطور جوز حصنه ومبيت والرخ بتاعتي في عمود مفتوح، لا ده انا كمان الوزير بتاعك دوت انا مهدده ان انا هقدر ازعجه بقطعي اكتر من مره واضيع لك وقت اكتر واكتر واكتر. لذلك الانجن لو فتحته في الشكل دوت مليك تفوق قرب الاثنين، تفوق كاسح، رغم ان انت في الماتيريال ما انتش خسران حاجه، بس طورت وسبقت خصمك بشكل مبالغ فيه. وهنا الاستاذ نمزو يقول لك تسمح لي اشرح لك فكره تانية؟ طبعا يا استاذ نمزو اشرح وانبسط، حضرتك ما تطلبش، حضرتك تؤمر. قال لك تخيل معايا ان سيادتك تاجر وعندك بضاعه كاسده غير راقده قاعده في المخازن كده او قاعده معروضه على الرف ومحدش بيطلبها، هتسيبها؟ تقول له لا، هسيلها طبعا واخد فلوسها دي استفيد بيها في حاجه تانية. قال لك بالظبط دي الفكره اللي عايز اكلمك عنها، التسهيل. بس مش تسهيل بضاعه بقى، تسهيل الوسط. لو الوسط ده وقف عليك بخساره سيله، بيعه وهات بثمنه بغبغان زنجباري. ازاي يا عم نمسو؟ قال لك بص معايا اتفرج كده، E4 E5، بعد كده بتطور النايت، بيطور النايت، وسيادتك بتضرب الوسط بدي 4. فهنا الراجل اللي بيلعب معاك خصمك قرر تكوبي الموف بتاعتك ويلعب دي 5، يعني يعمل نسخ. هو كمان يقول لك انا عندي كام بدايين في الوسط. نقله سيئه. ليه؟ لان حضرتك هتبدا تسيل الوسط بتاعك وتاكل وتهدد النايت، يستعيد هو بالوزير، بتطور النايت بتاعك، عايز تكسب تيمبو على الكوين، يجي بالبيشوب بتاعه عشان خاطر هيحرج لو رجع الكوين مكانها. بيشوب بيربط النايت، فكينا الرابطه، ارجع يا كوين، يقول لك لا انا كده احرجت مش هينفع، يا كسفتك يا حازم. بياكل وحضرتك بتستعيد. وهنا هو بيقرر يلعب النقله الصح، ايه هي؟ انه يصفي الوسط ويتخلص منه. وهنا سيادتك بتطور النايت وبيستطيع ان هو يطور النايت بتاعه، وبكده هو قدر يلحق بيك في سباق الايه؟ ان هو يعبق قطعه زيك يعني. لان هو لو كان ساب الوسط دوت بضاعة كاسدة كانت الدنيا بتاعته هتبقى ايه؟ اصعب كثيرا. طيب ايه تاني عايزين نقوله؟ قال لك انا عايز اشرح لك مثل تاني. ايه هو؟ تخيل E4 E5 D4، فسيادتك اكلت كلاعب بقطع السوداء يعني، وC3 الجنبيت الدنماركي اللي بالصدفة لسه تقريبا اخر فيديو كنا بنتكلم فيه عنه، اخر فيديو على طول قبل الحلقة دي. المهم بتلعب بسي 3، وهنا المفروض النقله الصح والادق ان هو ياكل، بس هو قرر ما ياكلش. قال لك لا مش هكسر، انا عايز الحق وانتشر بقطعي، فهطلع بالبيشوب بتاعي. وهنا هو بينفذ القاعده بدون ايه؟ تفكير. التكسير مهم في حاله انه يكسبك تيمبو او ممكن يساعدك في تطوير قطعك، بس هو بالنقله ديت هو الحقيقه هيدينا فرصه ان احنا اللي ايه، وهيضطر هو ينقل البيشوب بتاعه بتشيك، ننقل البيشوب بتاعنا ياكل فنستعيد. والنتيجة ان انا عندي بدقين في الوسط وطورت قطعة، وهو خسر قد ايه؟ خسر زي 3 تيمبو. فاذا التكسير لو كان بدون سبب فهو اسمح لي اقول ان هو ايه؟ قلة ادب. التكسير مفيد جدا، ولكن تستخدم فيه ايه؟ عقلك. انا هكسر ليه؟ هكسب تيمبو من التكسير ولا هيأخرني التكسير؟ التكسير هيؤدي ان القطعة تنتشر يبقى تكسير حلو، ولا هيؤدي انها هتأخر في التكسير؟ فلازم تستخدم مخك، انا هكسر هستفيد ولا هخسر من التكسير ده؟
لكن التكسير لغاية مهمة جدا، اطور قطعة بشكل اسرع، او ان انا اعمل ايه، ان انا اقدر اخر خصمي اكسب تيمبو عليه، غير كده ما تكسرش. اتمنى تكون متحمس زي تكمل الكتاب، وتكون استفدت بالجزء الصغير اللي شرحناه منه، وتكون متشوق تشوف باقي الحلقات. اشوفك الحلقة الجاية على خير. سبسكرايب وسلام.